23 درس اتعلمتهم في 23 سنه. خلينا نتفق بس الاول ان اي حاجه انا هكون بقولها بصيغه الامر او ان انا بوجه لك كلام، فانا اولا بوجهه لنفسي. الكلام ده انا بقوله لنفسي. لو قلت انت اعمل كذا انت دي تعود عليا، وانت لو عاوز تاخدها ليك فاخدها ليك برضو وشاركني الموضوع ده، انا هكون سعيد جدا بده. وقت تصوير الفيديو ده انا عندي 23 سنه، مش عارف عدوا ازاي ومش عارف انا وصلت هنا دلوقتي ازاي، بس انا سعيد جدا. لو ما تعرفنيش ودي اول مره تشوفني، فانا مؤمن بسيوني، بعمل فيديوهات كده مع الناس، بصور مع الناس في الشارع وفي الكليه تحديدا، يعني ممكن اكتر في الكليه فنون تطبيقيه دمياط. فاهلا بيك هنا لو كنت حد من اصحابي او كنت شخص جديد. يلا نبدا. يعني الحقيقه 23 سنه انا اتعلمت فيهم حاجات كتير جدا، بس ممكن اخر سنتين هم اللي فرقوا في حياتي، هم اللي فرقوا في تكوين شخصيتي، هم اللي خلوني اوصل للنقطه اللي انا فيها دلوقتي، ان انا هنا وبتكلم معاك او بتكلم مع نفسي. اول حاجه من الحاجات اللي انا اتعلمتها وحابب ان انا اشاركها معاك الميه. اشرب ميه، اشرب ميه دايما. فكر في الموضوع وحطه في دماغك ان انت كل مده معينه تشرب ميه مثلا، لان الموضوع ده فعلا هيفرق في تركيزك وهيفرق في كل حاجه. يعني جرب وبعدين احكم يعني عن الموضوع ده. تاني حاجه ركز مع نفسك، بس سيب كل حاجه حواليك وخلي التركيز كله مع نفسك. لو انت ركزت مع نفسك هتقدر فعلا تكمل للحاجات التانيه اللي حواليك. المهم ان انت تدي الطاقه الاساسيه اللي موجوده عندك ليك، طاقه منك ليك. ده هيوديك ان انت تكمل في المسارات التانية الحياتية والعلاقات والناس اللي حواليك كلهم. بس اهم حاجة ركز مع نفسك. تالت حاجة وهي الوقت. مفيش حاجة اسمها وقت مناسب، يعني دايما بنأجل الحاجات وبنعلقها على فكرة ان احنا هيجي الوقت المناسب اللي احنا نعملها فيه، او دايما بنقول ان ده مش الوقت المناسب. انا شايف دايما ان الوقت المناسب لأي حاجة هو دلوقتي. من هنا نيجي لرابع حاجة وهي ان انت ابدأ بس. يعني ما تستناش اي حاجه، ما تبقاش مثلا مستني حاجه معينه عشان تبدا الحاجه اللي انت عاوز تعملها. ما تستناش حاجه ان انت تجيبها عشان تبدا تتعلم حاجه. كل اللي انت مطلوب منك تبدا، ارمي نفسك جوه الحاجه بس وابدا. لو انت لسه في ثانوي وعاوز تتعلم حاجه انت بتحبها، ما تستناش انت تدخل الجامعه عشان تتعلمها، لا ابدا دلوقتي حالا وتعلمها اونلاين. لو انت دخلت الجامعه وعاوز تتعلم حاجه تانية انت بتحبها غير مجال دراستك، ابدا دلوقتي حالا. كل حاجه موجوده اونلاين وتعلم الحاجه اللي انت عاوز تتعلمها. لو انت عندك 50 سنه ابدا، كل حاجه موجوده اونلاين. انت مش محتاج ان انت تروح مكان يعلمك الحاجه دي، انت مجرد سيرش بس على يوتيوب مليان حاجات كتير. فانت ابدا بس، توكل على الله. دايما النتائج بتيجي اكبر من التوقعات، بس انت ما تتوقعش حاجه وفي نفس الوقت ما تكسلش وتقول ان لازم يبقى عندك حاجه معينه عشان تبدا في الحاجه اللي انت عاوزها دي. وده بقى ياخدنا للنقطه الخامسه وهي جرب وافشل. دايما التجربه والفشل هما السبيل الامثل ان انت تتعلم حاجه. بجرب الحاجه وبفشل فيها، بتعلم ايه اللي حصل، يعني بعرف ايه الحاجه اللي حصلت ادت لده. يعني الفيديو ده لما جيت اصوره حصل مشكله في الصوت وانا شغال، انا عرفت ان في مشكله في الصوت فقعدت التصوير تاني. لو ما كنتش صورت ما كنتش عرفت ان في مشكله في الصوت. طول ما في فشل ده معناه ان في نجاح. جرب وافشل، ما تقولش ان انت فشلت من غير ما تجرب، مفيش حاجه اسمها كده. وده برضو يودينا للنقطه رقم 6 معانا وهي الديب وورك او العمل العميق. لما تيجي تشتغل في حاجه، لما تبقى عاوز تبدا خلاص وعاوز تجرب، ادي للحاجه الوقت اللي هي تستاهله بالظبط. ما تبقاش مثلا قاعد تشتغل يبقى في نوتيفيكيشنز بتاعت السوشيال ميديا كل شويه تجيلك. يعني ما ينفعش ابقى اكون بصور الفيديو ده مثلا وسايب الموبايل جنبي، الموبايل اهو بس قافل النوتيفيكيشنز بتاعته وحطه جنبي. مفيش مشكله، يعني لو انا مش قادر اتحكم فيه ابعده خالص عني، بس الفكره ان انا ادي للحاجه حقها فعلا ويكون التركيز التام فيها. كل ما قللت عدد المشتتات كل ما كان التركيز في الحاجه اللي انا بعملها اكبر، وكل ما انا خلصتها في وقت اقل بكواليتي اعلى كمان. ركز، امنع اي حاجه تشتتك عنك. وفي فيديو انا عاوز اعمله عن الموضوع ده تحديدا، السوشيال ميديا والنوتيفيكيشنز بتاعت الموبايل. لو متحمس لحاجه زي دي قول لي في التعليقات وانتوا نازلين اعملوا لايك وسبسكرايب عشان دي قناه جديده، ما تنسوش النقطه دي. يعني سابع حاجه وهي التوثيق. يعني ما تضيعش على نفسك متعه الذكريات. دايما لما يكون في عندك حدث مهم صوره، على الاقل خد صوره واحده من الحدث ده. يعني لو انت في ايفنت معين او لو في عيد ميلاد، لو في حاجه جديده انت بتعملها، يعني اول مره ترسم في رسمه مثلا انت حاببها جدا بتعملها، او في حاجه معينه انت شغال فيها، حاول تصور المراحل اللي انت بتعملها. لو انت متجمع مع اصحابك في مكان، خد صوره واحده على الاقل. الصوره هتفرق جدا في ان انت تتذكر الحاجه دي، وهتخليك محافظ على الذاكره كده دايما فريش في دماغك يعني. والكلام ده انا بقوله لنفسي لاني كنت بعدت تماما عن التصوير وكنت بحاول استمتع باللحظه، وبعد كده لقيت ان انا بنسى الحاجه نفسها ومبيبقاش معايا دليل ان هي حصلت. فالتوثيق
التصوير دليل كافي على الذكرى وان هي تفضل محفورة زي ما هي بالظبط، فصور دايما. رقم 8، يعني يا صاحبي انت مش محور الكون، مش كل حاجة بتدور حواليك ومش كل حاجة تاخدها بشكل شخصي، يعني دي حقيقة. دايما حط لكل حاجة اعذار كتير غير انها تكون موجهة ليك بشكل مباشر. رقم 9، الاستمرارية. دايما طول ما احنا بنستمر في حاجة معينة لمدة طويلة ده هيساعد اكتر ان هي يحصل لها اتقان او ان هي توصل فعلا لنقطة النجاح اللي هي خلاص اتحقق عندها كل حاجة انت عملتها في الفترة دي. يعني الاستمرارية والمتعة في الاستمرارية هي اللي هتوصلك عند نقطة النجاح، او اللي هي ممكن تكون بشكل اخر الممارسة. لو انت بتعمل حاجة معينة بشكل مستمر انت في الاخر هتوصل ان انت تتقنها تماما. الاستمرارية الاستمرارية الاستمرارية. رقم 10، ودي حاجة مهمة جدا، ما تشربش سجاير مهما حصل، ما تشربش سجاير. يعني لو انت كنت صغير لسه وقدامك الفرصة ان انت تجرب حاجة زي دي، او كنت كبير او ايا كان الوضع اللي قدامك اللي بيجي في دماغك ان انت تجرب حاجة زي دي، ما تعملهاش مهما كانت الظروف، مهما كانت الاسباب، مهما حصل ما تشربش سجاير. دي حاجة انا اتعلمتها ولازم كلنا نعملها. لو انت بتشرب سجاير فبطل وسيبها، وسيبك انت من موضوع التدريج واللي هو شوية بشوية هتخففها. هو طبعا سيجارة احسن من علبة، بس عاوز تسيبها سيبها والموضوع سهل، المهم بس ان انت تسيبه. رقم 11 يا صاحبي وهي اهم حاجة تاني، قوم اشرب ميه دلوقتي حالا. قوم حالا كده اشرب ميه، وانا كمان يعني هشرب ميه، انا معايا الميه دايما، فيلا. رقم 12، اتكلم وعبر دايما عن اللي انت حاسه بشكل ايجابي وكويس. ما تسيبش حاجه جواك، اتكلم وعبر. في حاجات كتير اتحلت في حياتي، مشاكل لمجرد بس ان انا اتكلمت فيها، وغالبا بيطلع الموضوع اسهل وابسط بكتير من ما هو موجود في دماغنا. فاحنا محتاجين نتكلم مع بعض، يا ريت دايما نتكلم. رقم 13، المرونة. يعني حاول يبقى عندك دايما مرونة في الحاجات كلها، يعني في التفكير تحديدا. ما تبقاش ماسك قوي في الحاجة اللي انت عاوزها لو هي هتيجي على حد غيرك او لو هتيجي عليك انت شخصيا. يعني دايما حاول يبقى عندك جزء من المرونة في التفكير، حتى في الخطة بتاعتك مع نفسك. لو الاولى ما نجحتش روح للتانية، لو التانية ما نجحتش روح للتالتة، والموضوع لا نهائي والموضوع كله في ايدك. فخليك دايما مرن وما تمسكش في الحاجة اللي انت عاوزها قوي لو وصلت ان هي تأذيك او تأذي غيرك. رقم 14، المشاعر طبيعية. طبيعي ان احنا نحس بحزن، طبيعي ان احنا نحس بفرح، طبيعي ان احنا نحس بفقدان طاقة او نحس ان احنا كسلانين شوية، نحس ان احنا طاقتنا اقل. ده كله طبيعي، ده كله وارد ان هو يحصل. خليك عارف ان المشاعر طبيعية وحقيقية ولازم نعيشها ولازم نديلها وقتها. رقم 15، دي حاجة مهمة جدا بالنسبة لي، وحاجة يعني في ناس كتير بتختلف معايا فيها، بس هي اني شايف ان مفيش حاجة اسمها ارت بلوك. انا مقتنع بده، حاسس ان الموضوع كبير قوي ومحتاجين نتكلم عنه في فيديو لوحده. لو انتوا حابين ان احنا نعمل ده برضو قولوا لي في الكومنتس، وحاسس ان احنا هنعمل فيديوز كتير عن الحاجات دي باذن الله. بس مفيش حاجه اسمها ارت بلوك. رقم 16، خليك دايما ممتن لكل حاجة حواليك، خليك دايما ممتن لكل حاجة بتحصل في حياتك، وحاول تبين ده كمان، حاول تبينه لنفسك قبل اي حاجة. فكر كده كل يوم. انا متأكد ان انت لو فكرت دلوقتي حالا هتلاقي على الاقل حاجة او 2 أو 3 وممكن فعلا اكتر. فخليك دايما ممتن للحاجات دي وفاكرها، وخليها تساعدك في ان انت توصل للحاجات اللي بعدها. هي بتبقى ماشية كده، ان انت الحاجة اللي في ايدك هي اللي بتساعدك وبتديك الاحساس والطاقه ان انت توصل للي بعده. رقم 17، حاول تبني لنفسك دايما عادات بسيطه جميله صغيره وتحافظ عليها بشكل مستمر، هتوصلك لحياه صحيه جميله. يعني هتحس ان انت مرتاح. حاول دايما تدور على الحاجات اللي زي دي. يعني مثلا لو قبل ما تيجي تنام مثلا بساعه لو انت سبت الموبايل، او لو على الاقل عملته النايت لايت او الريدنج لايت، بدأت تقلل استخدامك ليه، فهتلاقي فعلا النوم بقى اسهل بالنسبه لك. وانا بعمل ده، يعني انا بكلم نفسي اصلا دلوقتي. دور على عادات صغيره ممكن تعملها فعلا تفرق في يومك. يعني لو انت قلت الاذكار كل يوم، حتى لو انت مثلا في المواصلات الصبح، لو انت نازل على السلم الصبح وقلت حاجه، اعتقد ان الحاجات دي لو دامت ففعلا هتبقى يعني اثرها كبير جدا. وده يوصلنا للنقطة رقم 18. خليك فاكر دايما ان 1% من اي حاجة على مدار الوقت هيفرق. فلو انت بتعمل كل يوم 1% من الحاجة اللي انت عاوز تعملها، هتوصل في يوم ان هي تكمل. خليك دايما فاكر ده، وان 1% احسن من مفيش. رقم 19 بحبها جدا
وبحاول اعملها دايما، وهي اني اخلي الهوايه والحاجه اللي انا بحبها وبعملها وانا مستمتع جدا بيها اخليها تجيب لي فلوس. هو ده تعريف الاحترافيه عموما. يعني لو انت مصور وبتحب التصوير واللي هو بقى الحاجه دي ممتعه جدا بالنسبه لك، فكون ان انت تشتغل فوتوغرافر او ان انت تصور وتاخد مقابل مادي على الحاجه دي، هي دي الاحترافيه. وهو ده الفرق بين الهاوي والمحترف. حاول دايما تسعى ان الحاجه الهوايه اللي انت بتحبها، سواء كانت تصوير، سواء كانت رسم، سواء كان نحت، اي حاجه بجد. لو بتعرف تتكلم، لو الهوايه بتاعتك هي الكلام، اعمل ده وحاول تفكر بطريقه خليك تجيب منه فلوس. خليك محترف، خد فلوس مقابل الحاجة اللي انت بتحبها وبتعملها. رقم 20، قول للي بتحبهم ان انت بتحبهم. وانا فعلا يعني بجد انا بحبكم، انا بحبك. رقم 21، حاول دايما تعمل كنترول على البيئة اللي انت عايش فيها. ما تخليش البيئة هي اللي تكون متحكمة فيك، هي اللي تكون متحكمة في مزاجك، وهي اللي تكون متحكمة في رغباتك، وهي اللي تكون متحكمة في الحاجة اللي انت عاوز تعملها. حاول دايما تخلق بيئة جوه البيئة، يعني تخلق كده حاجة على قدك، على قد المكان المحيط بيك، تساعدك ان انت تعمل الحاجة اللي انت بتحبها، او تساعدك ان انت تكون على الاقل مرتاح. دايما حاول تعمل ده، ودايما هيكون حواليك حاجة انت تقدر تغيرها. حاول تتحكم في البيئة اللي حواليك وتوظفها ان هي تريحك. بلاش موضوع ان انت تتأقلم على اللي موجود وتخليك ثابت على الوضع زي ما هو. لا، انت لو هديت بس شوية وفكرت هتلاقي ان في 1 2 3 تقدر تغيرهم، ولو حاجات بسيطة جدا ممكن فعلا تفرق في نفسيتك، وممكن تفرق في انتاجيتك، وممكن تفرق في حياتك اصلا وتخليك شخص تاني. رقم 22، ادي لكل حاجة حقها، ما تديوش زيادة ولا اقل، زي ما هو بالظبط. وده ممكن يبقى في المشاعر، ممكن يبقى في الشغل، ممكن يبقى في العلاقات، ممكن يبقى في كل حاجة. ادي لكل حاجة حقها بالظبط. لو انت حزين احزن على قدر حزنك. عندك شغلانة معينة هتعملها انت عارف ان هيدفع فيها مبلغ بسيط، اعملها على قد المبلغ اللي هيدفع، على حسب الحاجة ادي لها مجهود. ادي كل حاجة حقها، لا زيادة ولا اقل. رقم 23 واخر حاجة، حدد اولوياتك. دايما خلي عندك اولويات، 1 2 3 4 زي ما انت عاوز. المهم ان انت تكون محددهم وعارفهم كويس، عارف قدر نفسك كويس وعارف اولوياتك ايه. والصراحة يعني الافضل ان انت تكون قبل اي حاجة، يعني انت اللي تكون اولوياتك. رتب اولوياتك وحددها واعرفها وتعامل على اساسها، وخلي نفسك دايما اولا. وبس كده نكون وصلنا لاخر الفيديو، وشكرا ليكم. شكرا ليك لو انت وصلت للنقطة دي. يعني انا سعيد جدا بالتجربة دي، وسعيد جدا ان شاء الله بالنيو فيز اللي بتحصل في حياتي. فان شاء الله دي مجرد بداية، ان شاء الله هنشوف حاجات جميلة مع بعض. وانا سعيد جدا ان انا معاك، وسعيد ان انت بتسمعني. وبس لو عجبك الفيديو وعجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب، تفعل زر التنبيهات برضو عشان يوصل لك كل حاجة هتحصل. ان شاء الله في حاجات كده هتحصل الفترة الجاية. ما تنساش تقول لي رأيك برضو في التعليقات، وايه اللي ممكن يتغير، ايه اللي ممكن يبقى احسن. يا ريت تساعدني عشان اطور المحتوى. وشكرا ليك، سلام.